جماهير الهلال السوداني واعلام الهلال السوداني كلهم النهارده طلعوا علينا وبيقولوا في مؤامره ضد الهلال السوداني مع صن داونز والاهلي، يعني الاهلي والصن داونز بيعملوا مؤامره ضد الهلال السوداني عشان يخرجوه من دوري ابطال افريقيا، وده بسبب ايه يا صديقي؟ بسبب المنسق العام لصن داونز هو خالد علي، وهو مصري الجنسيه وكان اهلاوي قبل ما يشتغل مع صن داونز. كان اهلاوي قبل ما يشتغل مع صن داونز بالتحديد، عشان ما حدش يطلع يقول لي ده المنسق ده اهلاوي وهو عايز يعمل فعلا مؤامره مع صن داونز والاهلي ضد الهلال والكلام ده كل ده. انا عايز اقول لك يا صديقي في الاول ان المنسق العام ده هو فعلا طلع له على التسريبات او بيقول في التسجيلات بتاعته ان الموضوع معاه شويه داتا او معاه شويه تحليل لجماهير للعيبه الهلال السوداني، ممكن لو الاهلي طلبهم منه ان هو يديهوله عشان يتغلب ان شاء الله الاهلي على الهلال السوداني في المباراه المقبله اللي هتكون حاسمه بالنسبه سواء للهلال سواء للاهلي. لكن في الحقيقه يا صديقي جماهير الهلال السوداني عملت من المحبه وبه بمعنى اصح، طلعت وقالت ان الموضوع كبر وبقى مؤامره وفي مؤامره ضد الهلال السوداني ولازم الكاف يتدخل ولازم نشوف الموضوع والطبخه بتستوي، وما ينفعش الهلال السوداني يحصل فيه كده والهلال السوداني يبقى زعيم القاره، والاهلي شاف نفسه بعد ما الهلال السوداني تغلب عليه. احب اقول لك يا صديقي ولا زعيم ولا اي حاجه، الاهلي هيفضل الاهلي وهو كبير افريقيا وهيفضل كبير القاره مهما كان. كبوه وهتعدي صديقي وهترجع تشوف حجمك الطبيعي بعد ان شاء الله الكبوه دي ما تعدي. فانا عايز اقول برضو في حاجه حصلت يا جماعه النهارده، ان المنسق العام اللي انتوا بتتكلموا عليه ده هو عباره عن منسق عام فقط، مش مدرب صن داونز مثلا ويجي يقول لك ان انا ان شاء الله اكسب ماتش الهلال او ان انا هخلي الهلال تتآمر مع الاهلي ضد الهلال والكلام ده كل ده. الموضوع كله ملوش لازمه يا صديقي، منسق عام عادي جدا، ولا هو مدرب ولا هو حكم في مثلا في مباراه الهلال والاهلي المصري ومثلا هيتآمر مع الاهلي المصري ضد الهلال او يسيب لهم مثلا يحسب لهم ضربه جزاء والكلام ده كل ده. موضوع عادي ما فيهوش حاجه، واحد بيقول لك انا معايا بعض التحليلات ممكن اديها للاهلي. ايه الموضوع في كده؟ في ايه المؤامره في كده؟ اصلا ما فيهاش اي حاجه، في الاول وفي الاخر ده مصري يا صديقي بيدعم الاهلي المصري، الاهلي المصري وهو مصري، فعادي جدا ايه الموضوع. وبالفعل يا صديقي اصلا يعني خالد علي ده كان في السودان والتصريحات ديت كانت في موضوع على السوشيال ميديا وتحول للتحقيق مع صن داونز دلوقتي، وهو دلوقتي رجع لجنوب افريقيا عشان التحقيق. في الاول وفي الاخير يا صديقي حصلت حاجه ما حصلتش حاجه، يعني ما تقولش مؤامره او ما تقولش ان الاهلي استفاد من صن داونز او المنسق العام اللي هو خالد علي في ان هو يتآمر مع صن داونز ضد الهلال السوداني، عشان جماهير الهلال السوداني طلعت تزيط وخلاص والله، طلعت تتكلم كتير وتقول ان الموضوع فيه مؤامره كبيره والهلال لو خرج من افريقيا هيكون بسبب المؤامره دي. الهلال هيخرج من افريقيا؟ هيخرج من افريقيا، وده بسبب ايه؟ بسبب ان الاهلي ان شاء الله هيكسبه هنا. ما تطمعش يا اخويا يا زعيم، انت اللي بتقول على نفسك زعيم ان انت هتكسب الاهلي ان شاء الله هنا في مصر، لا ان شاء الله الاهلي هيكسبك وبسكور وهيصعد على حسابك لدور الثمانيه في افريقيا. فمحدش يتامل من اخواتي الهلال السوداني ان هم ان شاء الله يصعدوا على حساب الاهلي، مش هيحصل. وفي حاجه ثانيه يا جماعه وهي بصراحه يعني اثارت غضبي جامد ومعنى اصح يعني حاجه مستفزه قوي في حق الاهلاويه او في حق المصريين عامه. بعض المصريين صناع المحتوى الرياضي طالعين النهارده بيدعموا الهلال السوداني ضد الاهلي. بيدعموا الهلال السوداني ضد الاهلي، تخيل الموضوع وصل لفين يا صديقي. والبعض منهم او الاكثر منهم زملكاوي. الزمالك هو المنافس الوحيد للاهلي في مصر، هو المنافس الوحيد للاهلي في مصر، بس ده في مصر زي ما انا قلت، لكن مش بره مصر. مش هطلع انا مثلا هقول على الترجي لا ده انا هدعم الترجي ضد الزمالك، والله العظيم ما حصل. انا كنت بدعمكم انتوا ضد الترجي وبدعمكم دايما في اي حاجه طالما الموضوع بره اهلي وزمالك يبقى لازم ادعم الزمالك لان هو ابن بلدي. فانت الاشخاص اللي طلعت النهارده صناع المحتوى الرياضي اللي هم بيعملوا شويه فيديوهات عشان يلموا شويه مشاهدات من جمهور الهلال السوداني وبيدعموا الهلال السوداني، بيقول لك ان الاهلي المصري وصن داونز بيعملوا مؤامره وفضيحه ضد الهلال السوداني. انت عندك رجوله، انت صدقني انت لو راجل مش هتقول الكلمتين دول لانك في الاول وفي الاخر مصري. افهم يا عم، يعني ايه مصري؟ يعني ايه اهلي مصري وزمالك مصري؟ ويعني ايه هلال سوداني؟ ده السودان ملوش دعوه، ده برانا اصلا. احنا مصريين مع بعض، احنا نحفل على بعض ماشي، نقول على نفسنا مثلا اهلي ضد الزمالك الكلام ده كل ده مفيش اي مشكله، لكن اطلع اتآمر ضد الاهلي مع واحد بره اللي هو الهلال السوداني، الموضوع زاد عن حده يا جماعه، والموضوع بقى مستفز، والناس دي كلها عايزه شويه لايكات شويه كومنتات شويه مشاهدات وخلاص مش اكتر، لكن هم ولا يعرفوا الهلال السوداني ولا يهمهم امر الهلال السوداني ولا يعرفوا اصلا تاريخ الهلال السوداني اللي ملهوش تاريخ مقارنه بالاهلي. في الاول وفي الاخير يا صديقي اتمنى منك ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك الجميل. اشوفك على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.